صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صباحكم زي الفل. يلا نشوف معانا فراخنا الساسو النهارده. هم دول اللي اتبقوا من 6 فرخات ساسو. قلت لكم قبل كده ان مات 3 واحده ورا واحده، كانت بين كل واحده وواحده يوم لحد لما ماتوا، واتبقى 3 كانوا ما شاء الله حلوين قوي وزي الفل والدنيا ماشيه تمام. وتيجي العرسه وتروح واخده الصغيره اللي فيهم. رحت نقلاهم هنا في البوكسه دي بعد ما نزلت منها الكتاكيت البيضه. طهرتها طبعا بالميه والكلور وعقمتها كويس وسبتها لما تنشف، ورشيت بقى خدت المشمع ده. انا ببقى احط المشمعات كده بتسهل عليا في التنظيف اهو. حتى جيت لهم دالقين السقايه ومبهدلين الدنيا، طبعا هم حجمهم ما شاء الله كبار. شلت اللمبه اللي كانت موجوده هنا علشان كانوا بينقروا فيها، فسبتهم على نور الاوضه بس. وجبتهم هنا قلت ربنا يطرح فيهم البركه الاتنين دول، يعني ويبقى طلعنا باي حاجه من تربيه الساسو دي المره دي. هم الحمد لله حالتهم كويسه، وضعهم افضل بكتير من الاول الحمد لله. اخدوا مضاد حيوي، بياخدوا دلوقتي شيح لمده 3 ايام. النهارده اليوم الثاني على التوالي، خدوا امبارح والنهارده هياخدوا وبكره ان شاء الله. وحاطه لهم كمان عسل على العلف اهوت، بس هم اكلتهم ضعيفه خالص. الساسو يعني تربيته صعبه جدا، عايز صبر وطولة بال علشان توصلي للاوزان اللي انت عايزاها. هم ما شاء الله وزنهم احسن شويه، هوزن وهشوف وزنهم طلع قد ايه، بس ربنا يهديهم ويثبتوا معايا. وزنت الفرخه الاولانيه فيهم طلعت كيلو و350، لان الكيسه اللي فيها زلطه ديت ربع كيلو، وادي 150 يبقى كيلو و400 جرام. 250 ودي 150 ادي كيلو و400 جرام. والفرخه الثانيه طلعت كيلو و150 كده بس. فانا هفضل معاهم لحد لما ربنا يبارك فيهم كده ويزيدوا ويتقلوا، بعد كده اذبحهم. انا هستنى عليهم اسبوعين كمان ان شاء الله على ما يسمنوا ويتقلوا شويه، وبعد كده خلاص هذبحهم ان شاء الله. لان هي الكبيره اللي فيهم دي الاولانيه دي كيلو و400 جرام، والثانيه كيلو 150. مش هستنى عليهم اكتر من كده، هم اسبوعين ان شاء الله على ما بس يوصلوا الكيلو ونص هم الاثنين. ويعني واحده فيهم هتعدي الكيلو ونص، واحده هتوصل كيلو ونص، وهذبحهم وخلاص. وبارك الله فيما رزق، وشكرا كده على الساسو. مش عارفه اذا كنت هرجع في يوم من الايام اربيهم تاني ولا لا. هو على الوضع ده مش حقيقه مش عارفه، لان تجربتي معاهم المره دي ما كانتش حلوه خالص. ولو ان انا ما بحبش اخد بالكلام من اول مره، يعني بحب اجرب الحاجه مره واثنين وثلاثه، لما اتاكد ان هي خلاص مش نافعه يبقى خلاص ببعد عنها بقى وبسيبها. بس هو الساسو انا ربيته قبل كده من زمان، من حوالي 10 سنين. كانت تربيته جميله كانت سهله وكان كل حاجه، بس يظهر ان تربيه زمان غير دلوقتي. وزي ما انتم شايفين كده بيخنفروا على طول الوقت. انا مش عارفه ده طبعهم هم كده ولا هم عيانين، والله ما عارفه. والله انا ما بقيت عارفه معاهم، اللي يعرف يقول لي. انا بعافر معاهم، ربنا يبارك فيهم ويبارك في الاثنين دول عشان ما يبقاش خسرنا التربيه كلها كده مره واحده. انا مش مبطله اديهم شاي بليمون وشيح. النهارده سقوه الشيح هو اليوم الثاني على التوالي، بكره ان شاء الله كمان سقوه شيح. وبعد كده ببتدي بقى بزود مره كركم، زعتر بشاي، شاي بليمون. انا مش سايباهم، جبتهم هنا في الدفا هنا شويه، كانوا بردانين في المكان اللي هم كانوا فيه قبل كده وكان مش امان، فجبتهم هنا. ربنا يهديهم كده وياكلوا، بس ان ما باكلوش نهائي مهما احط لهم على الوصفات والخلطات اكلتهم ضعيفه خالص. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش لايك وسبسكرايب، وقولوا لي في التعليقات اللي ربت ساسو التربيه عامله معاها ايه، تجربه عملت معاها ايه. يمكن اكون انا عندي حاجه غلط بعملها ونتعلم من بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.